اهلا بيكم في قناة جنة الكروشيه. النهاردة هنعمل مع بعض المحفظة اللي احنا شايفينها دي. المحفظة دي ممكن بتستخدميها لحفظ اوراقك، فلوسك. بتبقى زي بوك كده اهو في الشنطة بتاعتك، وحاجة انت عاملاها بايدك ولها شكل مميز. ما اعتقدش يعني انك ممكن تلاقي شكل حاجة انت بتعمليها بايدك هتلاقيها بره في المحلات. فانا هنا ده شكل المحفظة النهائي، ومن الداخل لها 3 فتحات، أكتر من فتحة. آه، الخيط اللي أنا استخدمته خيط حرير السلسلة وخيط الكريستال. ده الشكل النهائي للمحفظة، بس هي ينقصها إن أنا هنا ما عملتش القفل بتاعها. فأنا ممكن بتستخدمي النوع ده من الإقفال، او في السكوتش ده اللي بيتلزق 2 كده مع بعض. انا حقيقي حابه ان انا اقفلها بالطريقه دي، مش حابه القفل ده. بس لما ان شاء الله يتوفر عندي ممكن هبقى اثبته ويبقى كده المحفظه انتهت. الخيط اللي انا هستخدمه النهارده او العينه اللي انا هعملها بلون تاني مختلف اهو، ده خيط حرير السلسله، وده خيط اسمه خيط الكريستال. زي ما احنا شايفين الفتله بتاعته كده، فتله مشعره كده، لها يعني حاجات كده زي بتلمع. ده نفس الخيط برضو حرير السلسلة، ولكن الزيادة عليه الحاجات اللي بتلمع دي بيدي شكل جميل في الشغل حقيقي. وده الخيط اللي انا هستخدمه، ودي الابرة اللي انا هستخدمها مقاس 3. نبدأ مع بعض ونشوف ان شاء الله. هنبدأ طريقة العمل ازاي. هي ان شاء الله المحفظة سهلة، غرزتها بسيطة. غرزة هنشوف مع بعض غرزة نص عمود، ونشوف مع بعض بتعمل ازاي. انا هبدأ الشغل بتاعي، هعمل عدد 21 غرزة سلسلة. كده 2، كده 4، كده 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 21 غرزة سلسلة. باجي بعمل ايه؟ باخد لفة على الإبرة وبتجاهل أول سلسلة دي اهي زي ما احنا شايفين كده. هدخل في اللي وراها على طول في ضلع السلسلة، وهعمل غرزة نص عمود. أرجع تاني أكرر، باخد لفة على الإبرة وأدخل في الغرزة اللي وراها، أسحب خيطي وأعمل غرزة نص عمود. هرجع تاني وأكرر، هدخل في الغرزة اللي عليها الدور في الضلع الخلفي وأسحب الخيط بتاعي. بقى عندي 3 حلقات، باخد لفة من خيطي وبطلع بالتلاتة مرة واحدة، وأفضل شغالة بالشكل ده لغاية لما أخلص السطر بتاع غرز السلاسل بتاعتي، أخلصهم ونرجع مع بعض تاني إن شاء الله، ونشوف إحنا اشتغلنا كام غرزة بالشكل ده. أنا كده وصلت لآخر السطر، فاضل لي غرزة عملتها، وفي النهاية بقى عندي عدد 20 غرزة سلسلة، غرزة نص عمود. نعدوهم كده مع بعض. أدي أول واحدة أهي، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 19، 20. هرتفع السطر التاني بقى غرزة سلسلة وألف الشغل معايا بالشكل ده، واخد لفة على الإبرة. غرزة الارتفاع دي أنا ماليش دعوة بيها، دي مجرد ارتفاع. بدخل في أول حلقة أهي وبعمل غرزة نص عمود، بدخل في الغرزة اللي وراها وبعمل غرزة نص عمود، بدخل في الغرزة اللي وراها وبعمل غرزة نص عمود. احنا اتفقنا ان المحفظة كل شغلها بغرزة النص عمود. النص عمود باخد لفة على الإبرة، بدخل في المكان المحدد، بسحب خيطي، بطلع ب3 حلقات، باخد لفة وبطلع ب3 حلقات مرة واحدة، وهكذا لغاية لما بخلص السطر بتاعي. احنا متفقين من البداية، انا قلت الارتفاع الاسطر اللي انا هشتغل بيها، هرتفع عدد من الاسطر حوالي 20 سطر بطريقة الشغل دي. ده كده السطر التاني، بكرر اهو غرزة نص عمود. اظن يعني غرزة سهلة، اي حد مبتدئ يقدر يعملها وما فيهاش اي صعوبة ان شاء الله.
بفضل اكرر كده الشغل بتاعي لغاية لما اوصل للاخر. انا كده اخر السطر اهو. ودايما تعدي الغرز بتاعتك 20 غرزة سلسلة عشان الشغل ما يملش منك. اخر غرزة اهي، لو احنا ناخد بالنا اهي، باخد لفة على الابرة وبدخل تحت الضلعين كده اهو، وبسحب خيطي وبطلع 3 حلقات، اخد لفة واطلع بالتلاتة مرة واحدة. ده كده السطر التاني. هرتفع غرزة وقلت ماليش دعوة بيها خلاص، دي مجرد ارتفاع. باخد لفة على الابرة، بدخل في اول نص عمود وهكرر تاني واعمل السطر رقم 3، وهكذا تفضلي ماشية بنفس النظام لغاية لما تلاقي نفسك في الاخر عملتي عدد 20 سطر بالطريقة دي. اظن يعني ايه اسهل من كده مفيش ان شاء الله. هفضل اكرر بقى لاخر السطر وارجع اكرر تاني لغاية لما ارتفع 20 سطر. احاول اخلصهم ان شاء الله ونرجع مع بعض تاني. انا كده ارتفعت الاسطر المطلوبة، عملت حوالي 12 سطر. بعد ما خلصت ال 12 سطر، انا هنا عامله ده مقاس صغير، انما اللي في اللي وريته لكم في البدايه ده انا هنا بدات على 31 غرزه، واما عملت النص عمود طلع 30 غرزه نص عمود، وارتفعت هنا 20 سطر. الارتفاع كان 20 سطر اللي هو ده، فده اكبر من ده طبعا. فانا هنا بعد ما ارتفعت 12 سطر، انا عندي هنا 20 غرزة نعدهم مع بعض: 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20. ال20 نصهم 10. فانا هعمل ايه؟ هاجي هرتفع عدد 11 سلسلة بالشكل ده من الجنب ده كده كده، يبقوا 3 4 5 6 7 8 9 كده 10 11. هاجي اعمل ايه؟ هسيب اول غرزة وهروح واخده لفة على الابرة وهدخل في الغرزة اللي وراها على طول وهعمل غرزة نص عمود. ارجع تاني الف وادخل في اللي وراها واعمل نص عمود. هكرر تاني اعمل نص عمود في الغرزة اللي وراها على طول كده. يبقى ايه؟ 1 2 3. ادي كده الرابع، الخامس كده يبقى 6، 7 هدخل فيه. نعدهم بقى مع بعض كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا كده 10 اعمدة، وانا معايا بعد ما ارتفعت كده وعملت النص عمود معايا الجزء الاوسط ده. فهعمل ايه؟ هروح جاية اول عمود اهو هدخل فيه وهعمل نص عمود وهكمل القطعة بتاعتي عادي خالص بال20 غرزة نص عمود. يبقى انا كده عملت في النص كده اهم 20 و10 على الجنب، يبقى المفروض العدد الكلي هيبقى 30 غرزة نص عمود. نشوف مع بعض نخلصهم نوصل كده للاخر. بكرر، بدخل في كل غرزة بتقابلني بسحب خيطي وبعمل غرزة نص عمود. تمام كده. بسحب خيطي وبدخل تحت ضلعين السلسلة وبعمل غرزة نص عمود. بعد ما هخلص السطر كده للنهاية اتأكد ان انا عاملة 30 غرزة. اخر واحدة اهي منساهاش. نعدهم بقى كده مع بعض من البداية. ادي كده قلنا 2 4 6 8 كده 10 12 14 16 18
20 22 24 26 27 28 29 30. تمام كده. بعد ما عملت ال30 هاجي اعمل ايه في الجنب التاني؟ هرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كده 11. خلاص هتغير الشغل بالشكل ده، وهاجي اخد لفة على الابرة واتجاهل اول غرزة وادخل في اللي وراها على طول، وهعمل غرزة نص عمود. الغرزة اللي عليها الدور رقم 2 هعمل فيها نص عمود، رقم 3 ادخل فيها واشتغل نص عمود، كده 4 كده 5 كده 6 7 8 9 10. تمام كده. انا كده عملت 10 نص عمود الناحية التانية. هرجع اخد لفة على الابرة وهشتغل عادي، ادخل في اول نص عمود واعمل الغرز بتاعتي واشتغل السطر بتاعي لغاية لما اوصل للناحية التانية من الشغل. يبقى انا كده بعمل المحفظة بتاعتي قطعة واحدة، وهنشوف ازاي في الاخر هنقفلها، بس انا كده بشتغلها قطعة واحدة. بكمل بقى كده عادي خالص لغاية اما اوصل للناحية التانية بالطريقة دي. كده اسطر عادية بترتفعي بيها المسافة المطلوبة. كده هنشوفه اهو، ادي نص عمود، انا كده وصلت الناحية التانية اهي. هشتغل عادي غرزة نص عمود لغاية لما اقفل السطر بتاعي والف شغلي وارجع تاني اكرر اللي انا بعمله ده، اكرره تاني وارتفع بعدد الاسطر مسافة كده، ونرجع مع بعض تاني نشوف هنعمل ايه بعد ما نشوف هنرتفع كام سطر. انا كده خلاص اخر غرزة اهي. تمام كده. انا كده خلصت عدد 40 غرزة نص عمود بالشكل ده. هنا 20 وهنا 10 وهنا 10. هفضل ارجع تاني بقى الف شغلي وارجع واخلص هنا الف تاني وارجع وهكذا، وارتفع بالشغل عدد من الاسطر، ونرجع تاني مع بعض ان شاء الله. ورجعنا بعد ما خلصنا القطعة بتاعتنا بالشكل ده زي ما احنا شايفين. انا هنا ارتفعت 12 سطر بمسافة 20 غرزة. هنا عملت 11 و11 هنا قفلتهم 10 نص عمود، وهنا 10 نص عمود، وبدأت ارتفع هنا بالطول كده اهو ضعف ال 12 24 سطر. نيجي بقى نشوف تقفيل القطعة بتاعتنا هنقفلها ازاي. انا هجيب الاتنين كده على بعض. المفروض انا بس للاسف قصيت هنا الخيط، لا المفروض بتسيبيه مسافه كبيره وبعدين تقصيه عشان تقفلي بيه، مش مشكله. فانا هجيب ابره التنظيف وهجيب الطرفين كده على بعض وهبدا اقفل الشغل بتاعي بالشكل ده. فانا هدخل كل غرزه اهي هيقابلها غرزه، هروح مقفلاها مع بعض بالطريقه دي كده اهو. اجيب بقى الخيط ده كده واجيب التاني كده اخده معايا، غرزة قصادها غرزة كده بالشكل ده. ارجع تاني اهي، كل ضلع باخد الضلع اللي قصاده، هاخد الضلع ده وقصاده الضلع ده، هبدأ اخد
الضلع ده وقصاده الضلع ده. ادي ضلع اهو من السلة من الغرزة، واخد الضلع التاني ادي اهو بالطريقة دي لغاية لما هقفل الشغل بتاعي. ضلع كده وقصاد الضلع التاني اهو ادي ضلع كده. بعد ما قفلت الشغل بالطريقة دي انا رجعت تاني بالخيط والابرة للبداية هنا اهو، وانا كده نهيت خلاص. هبدأ اقفل بقى الخيط ده واخفيه كده من الداخل عشان خاطر ما يبانش معايا من بره بالطريقة كده في النص اهو. وبعد ما بعمل كده بخفيه كده اهو بالطريقة دي، اروح قصاه، اجيب المقص واقص الخيط بتاعي كده اهو. خلاص ببدأ اجيب بقى كده الاطراف دي كلها، وممكن انا عندي بالولاعة لان الخيط ده ممكن يكر، هروح التلاتة كده مسوياهم مع بعض واديها لسعة بسيطة كده بالولاعة كده اهو مع بعض، واضغط عليها بحيث ان هي ما تكرش معايا. ده الشكل بتاع البوك بتاعنا بعد ما تقفل تمام كده، هيبقى بالطريقة دي اهو. بعد ما تقفل كده هروح عاملة ايه بقى، ممكن في برضو ملحوظة هنا لو انت عايزة تزيني الشغل ده كده اهو، الاحرف دي هنا اهو كده اهو مفيش مشكلة من الداخل. هروح جايبة الشغل ده كده طب بالطريقة دي واقفل كده اهو، وهروح جاية وقفلها كده. ده هيبقى الشكل بتاع البوك بتاعنا. هعمل ايه بقى بعد كده، هجيب الخيط الكريستال ده اهو، خليه ده كده دلوقتي. هجيب الخيط الكريستال بتاعي وهبدأ هشتغل عدد 21 غرزة عشان اعمل قطعة قد القطعة دي كده اهو بالشكل ده القطعة دي. فأنا هعمل 21 غرزة لأن أنا هنا اشتغلت بدأت ب21 وارتفعت 12 سطر. نفس النظام هنا هعمل عدد 21 غرزة بالشكل ده، وهبدأ أقفل نص عمود وأرتفع 12 سطر بحيث يبقوا القطعتين قد بعض بالطريقة دي كده اهو. يعني هنفترض دي عينة، وهبدأ أشتغل بالطريقة دي أعمل عدد 20 غرزة نص عمود بالطريقة دي، مفيهاش أي مشكلة. هكرر تاني نفس الجزئية دي اللي أنا اشتغلتها هنا هكررها هنا وأعمل قطعة مقاسها بالظبط. فأنا كنت وأنا قافلة الكاميرا اشتغلتها أهي. نفس القطعة هنا هحطها على هنا وأروح قافلاها. إزاي بقى؟ إحنا الوضع كده أهو أهو. هنجيبه بقى الشغل الحتة دي بتاعتنا كده، وهروح جاية مقفلاها بالخيط الكريستال اهو. بنفس الخيط هروح مقفلاها، نقفلها مع بعض. نبدأ كده اهو. هاجي اول غرزة اهي، وهدخل في اول غرزة هنا واسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، وهروح جاية وقافلة عليه بغرزة سلسلة بالطريقة دي. هرجع تاني هدخل في نفس المكان واسحب خيطي واطلع بالشكل ده. هدخل في نفس المكان اهو واسحب الخيط بتاعي واطلع. اجيب بس ايه الاطراف دي كده عشان اخفيها معايا، وهعمل غرزة حشو. وهبدأ بقى هجيب كل غرزة قصادها غرزة هنا اهو، وهروح مقفلاها بغرزة حشو. ادي اول غرزة اهي، وهدخل قصادها واجيب الخيط اسحبه بالشكل ده، وده كده بخفيه معايا، وهعمل غرزة حشو. هرجع تاني الغرزة اللي وراها اهي، وهدخل قصادها واسحب خيطي واعمل غرزة حشو. هرجع تاني
الغرزة اللي وراها اهي، كل غرزة قصادها غرزة، اقفل واعمل غرزة حشو وبخفي الخيط بتاعي معايا كده اهو. هدخل هنا وقصادها اهي، انا بحاول اوجد غرز اللي بيها، بس اهم حاجة يبقوا قصاد بعض، واعمل غرزة حشو. هاجي اللي وراها اهي وهدخل هنا واعمل غرزة حشو. هكرر تاني كده اهو، وادخل في قصادها وهعمل اسحب الخيط واطلع اعمل غرزة حشو بالشكل ده. بالطريقة دي كده اهو، وهبدأ اقفل لغاية لما اوصل لهنا. فانا كده خلصت قطعة مقاس القطعة دي. هرجع تاني اشتغل عدد 13 غرزة سلسلة، وهبدأ اعمل الجزء ده كده اهو برضو بغرزة نص عمود شكل بيضاوي، ال 13 غرزة، وعملت هنا تزايد 4 ورجعت هنا 4 وقفلتها بالطريقة دي. وبعد كده اشتغلت 11 غرزة برضو سلسلة وعملتها سطرين بغرزة النص عمود. تمام. هاجي بقى هقفل الجزئية دي، اقفلها ازاي؟ انا هاجي بالطريقة دي وش الشغل كده، وهاجي اجيب دي كده في النص واروح جايبه الحرف ده كده والحرف ده كده. تمام. وهروح جايبه ده البيضاوي ده هحطه كده في المنتصف اهو كده اهو في المنتصف بالطريقه دي. تمام. وهروح جايبه الجزء ده اللي انا اشتغلته كده اهو، وهقفل من ورا كده اهو، وهروح جايه بابره وفتله من نفس الخيط الكريستال، وهروح مقفله الشغل ده. تمام كده اهو. وارجع تاني اخده معايا عشان ابقى مثبته كويس. ده حرف بداية الخيط اهو، هجيبه معايا واخده جوه كده، وهاجي امسك بقى الحرفين كده قصاد بعض واروح مقفله غرزه قصاد غرزه بيوتي كده، وهروح جايه اهو في النهايه وقصاد النهايه واروح قافله عليها. انا هقص بقى او اسحب الخيوط دي كده لجوه في الاخر. تمام كده خلاص كده انا بنهيها. هروح جايبه كده وداخله من هنا كده وهقص وانضف الخيط بتاعي. انا كده قفلت الجزئيه بتاعتي اهي الفيونكه بالشكل ده اهي. الخيوط دي بقى ممكن انا اقصها كده خلاص كده اهو. ده الشكل النهائي للجزء الخارجي بتاع البوك. هاجي وهروح جايه بالطريقه دي كده حطاه هنا، وهجيب الحرف ده مع الحرف ده كده، وهبدأ أقفل لغاية لما الجنب ده كده غرزة حشو والجنب ده غرزة حشو. بجيب الخيط بتاعي بالشكل ده وهعمل عقدة البداية، وهاجي أجيب أول الشغل هنا مع أول الشغل. أدي أول غرزة أهي بدخل فيها مع أول غرزة هنا بدخل فيها كده، بسحب الخيط بتاعي كده من ورا وهروح سحبه وطالعة بيه وأعمل غرزة منزلقة. هسحب خيطي كده وهعمل غرزة منزلقة
وهرجع تاني هرتفع بقى غرزة وادخل في نفس المكان واطلع بالخيط بتاعي. ارتفعت خلاص غرزة وبدخل في نفس المكان وبسحب خيطي كده من ورا وبعمل غرزة حشو. ارجع الغرزة اللي قصادها هدخل فيها كده مع اللي قصادها واسحب الخيط واعمل غرزة حشو. الغرزة اللي قصادها اهي هدخل في قصادها على طول، اسحب الخيط واعمل غرزة حشو، وهكذا لما اوصل لنهاية القطعة بتاعتي. ادي غرزة وقصادها غرزة اهي، وبسحب الخيط وبعمل غرزة حشو. السطر اللي وراه اهو بسحب خيطي بعمل غرزة حشو، وهكذا هكرر لغاية لما اوصل للنهاية. واللي هعمله في الجزئية دي هعمله في الجنب التاني نفس النظام. اجيب الحرف البداية على البداية وبدخل وبسحب منزلقة، ارتفع غرزة وفي نفس المكان اعمل غرزة حشو، واكرر لغاية لما اوصل للنهاية بتاعتي. تمام كده. هخلص الجزئية دي والتانية ان شاء الله نعملها ونرجع تاني مع بعض بالطريقة دي كده اهو، سهلة ما فيهاش اي مشكلة. اخلص مع بعض كده ونرجع تاني. انا كده وصلت لنهاية القطعة بتاعتي اهو. هاجي اخر غرزة اهي وهروح داخلة في اللي قصادها وهعمل غرزة حشو. انا هنا بقى مش عايزة اقطع الخيط، انا عايزة اقفل بيه كله الداير بتاع البوك بتاعي. فانا هعمل ايه؟ هاجي انا هنا فاضل جزئية كده اهو بسيطة، كام سطر هنا سطرين على بداية تقفيل الشغل. هروح جاية هنا برضو واخداهم كده بغرزة حشو. ادي واحد، غرزة حشو تانية، غرزة حشو اهو. انا كده عايزة اقفل داير البوك بتاعي، فحاجي هعمل ايه؟ هروح جاية واخدة تانية كده اهو، اهو كده اهو بالشكل ده. حاول بس ايه اظبطها كده اهو، بجيب دي كده بشوفها مظبوطة عليها ولا لأ كده اهو، بحيث ان هي تبقى البداية هنا ده على نهاية البوك كده اهو. يبقى انا هبدأ اقفل بالشكل ده من هنا. اجيب بقى كده خلاص انا ظبطته، هروح جاية هنا هدخل غرزة هنا وهنا غرزة. هو هنا مفيش غرز، ولكن انا بحاول زي ما قلت لكم بوجد مكان ادخل فيه الخيط واسحبه بالشكل ده. هعمل بغرز حشو. ادي كده خلصت واحدة، بدخل هنا قريبين كده من بعض اهو، بحاول ان انا اوجد مكان بحيث يبقى برضو بشكل متناسق وقصاد بعضهم. تمام كده اهو، بدخل كده هنا اهو اهو، باجي في الناحية اللي قصادها. بحاول يا جماعة بأوجد لي مكان، أنا بكرر مفيش غرز لكن أنا بحاول أوجد مكان بشكل متناسق كده بحيث يبقى الطرفين قصاد بعض اهو كده اهو. بسحب الخيط بتاعي وبعمل غرزة حشو، وهفضل ماشية بقى بالطريقة دي كده اهو لغاية لما اوصل لاخر الجزئية دي. انا كده وصلت للزاوية اهو. هاجي بقى هنا عند الزاوية انا بدخل في نفس المكان وبعمل غرزة حشو، برجع تاني في نفس المكان بعمل غرزة حشو. ادي كده 3 غرزة حشو، برجع تاني بدخل في نفس المكان
وبعمل غرزة حشوة، يعني بعمل 4 في نفس المكان. وده ليه؟ عشان يديني يخليلي الزاوية جاية بشكل نصف دائري. أنا كده خلصت هنا اهو. هاجي بقى عند نهاية الشغل هنا ده كده، هاجي بنفس الطريقة، بس هنا الشغل هيبقى إن شاء الله أسهل لأن الغرز واضحة قدامي. فهاجي قصاد كل في زاوية هعمل غرزة حشو بالشكل ده اهو. الشغل باين اهو، الاماكن كده اهي واضحة قصاد مني اهو. دي غرز اهي هدخل فيها، وفي كل غرزة انا بعمل غرزة حشو. اخر غرزة اهي، الزاوية بتاعتي اهي، والطرف ده على ده كده اهو. اظبط بس الشغل بتاعي عشان يبقى اهو بالطريقة دي كده اهو. هاجي بقى الزاوية اهي هدخل فيها بس اهي، اعملها اظبطها اهي. ادي غرزة اهي من قدام دخلت فيها اهو، وباجي في اللي قصادها وبطلع بغرزة حشو. ارجع تاني في نفس المكان، بدخل اهو وبطلع بغرزة حشو. برجع تاني في نفس المكان، ادخل واطلع بتالت غرزة حشوة، وادي رابع غرزة بعملها. تمام. هاجي بقى هنا هوجد اماكن زي ما قلت في الجنبين، ابدأ اعمل غرز حشو بتاعتي لغاية لما اوصل لاخر القطعة بتاعتي. انا كده وصلت، خدت البداية من اول هنا داير كده اهو كله بخيط واحد ما قصيتهوش، ووصلت للزاوية التانية. وزي ما قلت لكم بناخد الحرف هنا قصاد الطرف ده كده اهو، الطرف قصاد الطرف عشان يبقى في مستوى واحد. ووصلت كده للنهاية، وهاجي هقفل البوك بتاعي بقى. جيب دول كده، هقفل بقى الزوايا دي الحرف بتاعه بالشكل ده. بدخل في اول غرزة انا عملتها اهي، غرزة الحشو بتاعتي، وبطلع بمنزلقة، اسحب خيطي كده وهقص، واروح جاية بإبرة التنظيف وادخل الخيط ده كده جوه عشان يبقى مخفي وملوش اثر اهو. هاجي كده احاول كده اسحبه من هنا كده اهو. احاول هنا اهو بقى في غرز الحشو دي كده اهو، تمام كده، واقص الزيادة. انا كده ده الشكل النهائي للبوك بتاعي. فاضل بس ان انا اهو اقفل. ممكن في الحالة دي بقى اقفل هنا بدي كده صغيرة، احط بنفس الخيط بتاع السلسلة، نعملها سوا كده مع بعضينا. باجي بدخل في واحدة وادخل من الناحية التانية. طبعا الخيط لونه فايه مش هيبان ان شاء الله. بطلع من التانية هنا لو لقيتي الإبرة مش ماشية في الخيط اسحبيها تاني، لأن الخيط ده بيتنسل بسرعة وممكن يتكر معاكي. ما تحاوليش تشدي الخيط بالقوة. لقيتي الإبرة مش ماشية معاكي اسحبي الخيط تاني. تمام كده اهو. بحاول انا بقى ايه اثبتها شوية اهو كده اهو،
بدخل من فتحة وبطلع من الفتحة التانية اهو. اتثبتت كويس. هاجي هنا بقى واروح داخلة مثلا هنا كده واعقدها، اطلع الطرف اهو وهقص. وما ننساش لسعة بسيطة كده بالولاعة عشان خاطر ما تكرش معايا. ده ناحية انا ثبتها اهي. هاجي الناحية التانية قصادها كده اهو بالشكل ده، واروح قافلاها. باخد الوضع الاول بتاعها، الوضع التمام اهي، باخدها واروح احاول ان انا اثبتها الشكل النهائي للبوك بتاعي. واحفظها صغيرة تحفظي فيها اوراقك، الفلوس المعدنية. تمام. بتقدري تعمليها كهدية مثلا، تقدميها هدية. انت بتستخدميها لاستخدامك الشخصي. زي ما شفنا دي شكلين انا عملتهم. مقاس كبير وادي المقاس الصغير. وده كان الفيديو بتاعنا. ارجو ان يكون الشغل عجبكم واستفدتم، وما تنسوناش من عمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. وارجو ان انتوا تجربوه وتشتغلوه. وهو ان شاء الله سهل. غرزته سهلة ما فيهاش اي مشكلة. هو بس بياخد وقت شوية في الشغل والتقفيل. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. زي ما قلت لكم قبل ما انسى، ممكن بتقفلي بالقفل ده. وده انا هجيب له سكوتش كده والزقه، عشان ده مقاسه كبير شويه، بدل ما اعمل له 2 هنا. لا، السكوتش سهل ان شاء الله في المقاسات الكبيره وبيتفتح ويتقفل بسهوله. ارجو يكون الشغل عجبكم، وبامر الله نتقابل مع بعض في فيديو آخر من فيديوهات قناة جنة الكروشيه. ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.